أسباب أكل البنزين في الموتوسيكل وفي التوك توك. كل حاجة تسبب أكل بنزين في التوك توك، من أول أتفه حاجة لأخطر حاجة وأصعب حاجة والحياة اللي هي تكلفك فلوس. كل حاجة عشان محدش يضحك عليك ولا يقولك مثلا في حاجة مثلا كذا ولا كذا ولا كذا. تبقى فاهم كل حاجة عن أكل البنزين في التوك توك. بص، أول حاجة وأتفه حاجة إن هي ممكن تلاقي خرطوم معرق بنزين أو التانك بتاعك معرق بنزين. التعريجة دي أنت شايفها تعريجة بس مش أما يخر ولا أما ينقط، فأنت تستهتر بيها. الفلتر مثلا، الخرطوم، الوصلة اللي هي من التانك للخرطوم بتاع البنزين في تعريجة بسيطة، فأنت ما تقول عليها ده دي مش أما تنقط خلاص، لا، التعريجة دي مع البنزين أما يطير فهتعمل لك استهلاك بنزين. دي أسهل حاجة إن أنت ممكن أول حاجة تفكر فيها تبص عليها. بعد كده الكربيراتير الفونية بتاعته واسعة أو الفونية بتاعته مسدودة. بتاعت الهوا، لو فونية الهوا في الكربيراتير اللي هي جوه الكربيراتير مخنوقة، المكنة هتاكل معاك بنزين. دي حاجة تاني. وفي حاجة تاني برضه في الكربيراتير، لو الشفاط مقفول نص قافل، لو انت تقول المكنة مش اما تنظم غير على كده. طب المكنة بتاعتك بنزينها مظبوط ولا بتاكل بنزين؟ دي برضه اما يسبب ايه؟ اما يسبب اكل بنزين. ماشي. تالت حاجة يا جماعة في اكل البنزين، لو فلتر الهواء عايز يتنفض هتاكل بنزين معاك المكنة. فلتر الهواء لو عايز يتنفض هتاكل معاك بنزين. ديتي تالت حاجة. رابع حاجة، الكوع نفسها بتاعت الهواء، شفت القاعة نفسها بتاعت الهواء بيبقى فيها مصفى. المصفى دي لو مسدودة ولا عليها تراب مش مغسولة، المكنة هتقطع منك وهتاكل منك بنزين برضه. خامس حاجة يا جماعة، لو التكية اللي من قدام اللي هو من ناحية الكربيراتير لو محمل سنة بسيطة، هتلاقي المكنة ما تغيب معاك في الدوارة وما تاكل بنزين معاك المكنة. لو المكنة ما تغيب معاك في الدوارة في الصبح بالذات وما تاكل معاك بنزين من المكنة، ده فيها تكية محمل. تمام، اللي هو التكية الأمامي، فأنت تظبط تكيات للمكنة تظبط معاك إن شاء الله. أكتر حاجة عاد اللي هي أصعب حاجة اللي هو يبقى فيها صباب مهرب، صباب البنزين ده أما يبقى عايز المكنة تتفك. ده آخر حاجة أما نوصل. إحنا أما نبدأ بحاجات بسيطة، أول ما يجي الزبون مثلا عنده عطل ولا عنده حاجة، أما نبدأ معاه بيها أما نبدأ معاه بنشوف الخرطوم البنزين، بعد كده نشوف الشفاط مفتوح ولا مقفول، بعد كده نشوف الفلتر، نشوف القاعة بتاعت الهواء. كل الحاجات ديت اللي هي البسيطة اللي هي السهلة. بعد كده نبص على الكربيراتير نشوف الفواني بتاعته. تمام، ممكن مثلا فونية فيه 107 نجيب له مثلا فونية 90، فونية 100 برضه اما تظبط معاه. وبرضه في حاجة مهمة جدا محدش اما يفهمها من الصنايعية، ان فونية الهواء يا جماعة اللي هي جوه الكربيراتير مش في فونيتين، واحدة كبيرة واحدة صغيرة. الصغيرة دي لو ضيقة زيادة عن اللزوم، المكنة ده اما تاكل بنزين لا محالة، هتاكل معاك بنزين. لازم دي تبقى هاوية، بس لو اتفتحت جوه برضه ولا اتهوت زيادة عن اللزوم، الكربيراتير مش هينظم معاك. فانت ممكن تغيرها، ان غيرتها او سلكتها حاجة بسيطة هتشتغل معاك، مش هتاكل معاك بنزين من المكنة. ماشي. ادي الحاجات اللي هي السهلة. اصعب حاجة اللي هي عد الصباب ده بيبقى مهرب معاك بنزين. دي هتعوز تفك المكنة تعمل لها صبابات او رودية على حسب الصبابات نفسها. والتكات ما ننساش ضبط التكات، وادي كل حاجة بالنسبة للموتوسيكل او بالنسبة للتوك توك في اكل البنزين. ولو عجبكم الفيديو اعملوا اشتراك في القناة.